القرعة اليوم راح تكون تحديدا على المستوى الرابع أكثر، بحيث أن المباريات راح نعرف من المستوى الرابع، وأيضا المستوى الثالث اللي ما في فقط إلا منتخب الإمارات. لكن أتصور أن المباريات راح تكون قوية، وخصوصا راح يكون في نوع من ما راح أقول لك ديربي، لأن الديربي بيكون بس بيننا إحنا في آسيا، لكن أكلمك حتى حلو الكلام اللي قاله أحمد، أنه راح يكون في لقاءات آسيوية أفريقية عربية. دائما تجي مع دول منتخبات العربية، دائما اكو منافسه. العفو ابو جاسم، اكو منافسه دائما بين خاصه الفرق العربيه. للامانه بشكل سريع، انا شاركت في البطوله 2012 اللي كانت في السعوديه، ما كان اكو ذاك الاهتمام من الفرق. حتى احنا واحده من المنتخبات اللي بعض اللاعبين اعتذروا من المشاركه انه لغرض الراحه وكان في التصفيات. فجت بطوله 2021 صار الاهتمام اكثر، بس مو بشكل كبير. الناس صارت، المنتخبات والاتحادات صارت تهتم لما شافت نجاح البطولات، نجاح التنظيم في بطولة كأس العالم. بعدها صار التوجه أكثر، خاصة أنه بعد شفنا كأس آسيا، شفنا الناس شلون قامت تحب أنه تجي دولة قطر حتى تشارك في البطولات. فلهذا أنا أتوقع أنه هذه البطولة راح تصير استثنائية أكثر من بطولة حتى اللي هي في سنة 21. من جميع النواحي اللاعبين صارت لهم رغبة بعد ما شافوا البنى التحتية والملاعب اللي موجودة، رغبة أنه يلعبون في هذه البطولة. فأنا أشوف أنه هذه البطولة راح تكون أكثر قوة وتنافسية من البطولات السابقة. عبد الرحيم جزاوي، يعني هذه البطولة راح تكون قبل كأس أفريقيا بأيام قليلة. بعض المنتخبات قد تشارك بالمنتخب الأول، والمنتخب اللي راح يشارك في كأس أفريقيا، فبالتالي راح تكون المنافسة شرسة تتوقع. والله ابو جاسم، انا اشوف البطوله حتكون، يعني خلينا نتكلم اول شيء عن قطر. يعني قطر صراحه اي شيء يكون في قطر يكون استثنائي، فتعودت الناس على هذا الشيء، وكل شيء في البطوله مقدم للاعبين، للدوله، لكل شيء، كل شيء موجود. الجائزه تقريبا خياليه يعني تعتبر بالنسبه للاعبين، حيكون عندهم كل شيء عشان يقدموه. انا اشوف انه اسيا تقريبا حيكونوا كلهم حيلعبوا بالمنتخبات الاولى، بس افريقيا ما اعتقد. المنتخبات الافريقيه عندهم بعد 10 ايام مجرد ما تنتهي البطوله. لا، راح تبتدي في افريقيا من 21 ديسمبر. ايوه، يعني بعد نهايه كاس العرب ب3 ايام، ففي وقت اصلا عندهم، لانها تعتبر، ما هو انت دائما تجهز منتخبك حق البطولات مثلا. بس هم حيكونوا مشاركين مع الانديه، برضه هتكون عندهم صعوبه. يعني اشوف المنتخبات الافريقيه، بس نتمنى، يعني انا واحد اتمنى انه تكون المنتخبات كلها بالمنتخبات الاولى، لانه حتكون بطوله شرسه. يعني وفي قانون، يعني تقدر انت تستدعي اللاعبين بتاعك في كاس افريقيا 10 ايام قبل بدايه البدايه، تعتبر هذه من الفيفا دايز. يعني. وهاي تونس اللي حتسويها، اللي قال عليها هيكل، انه راح في الدور الثاني يكونوا متواجدين لاعبين صحيح محترفين. بالنسبه للجزائر تكلم فيها الموضوع، وحتى مجيد طلع وقال خالد انه اللاعبين اللي يكونوا متواجدين في الفريق المحلي والمشارك في كاس عرب ما راح يكونوا متواجدين في مجموعه كاس افريقيا. وهذه اولا لانه قرب الوقت، وثانيا الارهاق، تطلع من بطوله قويه، لانه التحفيز اللي فيها كبير على غرار النسخه السابقه والزخم الاعلامي اللي طلعت بها والنجاح اللي صار. نتكلم على المبلغ والجائزة اللي معلن عليها، مبلغ تحفيزي كبير أيضا فنيا بالنسبة للاعبين. ولكن يبقى أنه المنتخب الجزائري حتى ولو يحضر راح يحضر بفريق قوي، لاعبين محليين ذات جودة عالية فنيا وبدنيا. نتكلم على اللاعبين اللي ينشطون في المنتخبات أو في الفرق الخليجية يمكن يكونوا متواجدين، يمكن لاعبين ذات خبره. نتكلم على ياسين ابراهيمي، نتكلم على يمكن بغداد لو ما يكون متواجد، بنيطو اللي العاده لما لا يكون متواجد في الفريق الاول يمكن يكون متواجد. وهذو لاعبين ذات خبره، ذات قامه فنيه عاليه. انا اتوقع انه المنتخبات حتى لو ما تكون متواجده بالفريق الاول راح تكون ايضا فرق قويه ومنافسه وشرسه. تفضل. انا من اللي ما تكلم معي في الحلقه اليوم؟ ما يدخل ضيفي واحمد الرواس. حكيم خالد حكيم بالنسبه منو؟ مش كثير يا ربيع. حكيم بعد انت تكلمت؟ تفضل روح.
تبغى تتكلم؟ لا هو قال ربيع معك. ربيع انت ما تكلمت؟ الأسد الأسد. احمد يا اخي لا احمد يا اخي ارجوك. بنا بعد احمد يا اخي ارجوك يا اخي. لا خلاص عندنا يا اخي هو يا اخي ولا يتكلم بعدين. انت اسد الأسد أخذ. يلا يا اسد تفضل. وقال ربيع. ربيع تفضل جاي. تفضل عندنا. دحين هو قال لك انت. يلا ربيع قول. هو الربيع وانا الصيف ما مشكله. هو بالنسبة لي البطولة أعتقد بأن تنظيم في قطر نجحت في أن تعطي هذه البطولة بعد آخر، لأنه لا ننسى على أنه هذه البطولة أصبحت تحت إشراف الفيفا. يعني هي من المسابقة النادرة التي تكون تحت إشراف الفيفا ولا تدخل ضمن المسابقات التي تشرف عليها الفيفا مباشرة. ثم البعد الآخر هو على المستوى الجماهيري، على المستوى التسويقي، على المستوى التنظيمي، على المستوى التنافسي كذلك. المستوى الفني للبطولة العربية ارتفع بشكل كبير، ولاحظنا هذه في النسخة يعني النسخة الأخيرة في 2021.